في الماتش اللي الفيل خلاص قرب يقع من على الشجره عليه، ماتش ارسنال ومانشستر سيتي، السيتي دخل الماتش هو الثاني على الدوري، خلص الماتش هو اول على الدوري بعد فوزه على ارسنال 3-1. بدا خلاص الحوار ان هو يقرب بينهم وبين بعض. حاليا الفرق مفيش، هو يعتبر 3 نقط يعني لو ارسنال كسب الماتش المتاجل. فتعالى بقى نتكلم عن كل حاجه حصلت في الماتش، كل التفاصيل، اسباب خساره ارسنال، الماتش كله كان عامل ازاي، كل حاجه هنتكلم عليها. فاعمل لايك وشير وسبسكرايب، واهلا بيك في كروس اوفر. انا عمرو زكي ويلا بينا. خلينا الاول نبدا نتكلم ان انا مبسوط عموما ان البروجكت بتاع ارسنال هو ماشي بشكل كويس جدا، وان هو وصل لمرحله ان فعلا في ماتشات دوري ابطال شغاله وكلنا سايبينها عادي خالص وقاعدين بنتفرج على ارسنال والسيتي. اللي هو في الوقت الطبيعي يعني من سنتين مثلا فاتوا كان هيبقى ده ماتش تحصيل حاصل، اللي هو السيتي نازل يكسب 3-4 عادي صباح الفل، ولا هتفرق هو في الامارات ولا في الاتحاد. فان يجي الوقت ان يبقى فعلا الاثنين دول بيلعبوا، ده بالنسبه لك خلاص هو ده القمه بتاعه الموسم، وتسيب اي حاجه عشان تقعد تتفرج على الماتش ده نجاح لبروجكت ارسنال حتى لو مش هيكسب الدوري. فده نجاح ان فعلا انت ماشي بشكل صح. بس يعني بقول لك تشامبيونز ليج متساب، لا وما هو اهم من تشامبيونز ليج ريال مدريد والشي، انا سايبه واحد بتفرج على ارسنال والسيتي. فده ماتش فعلا كله كان مستنيه، وفعلا الماتش كان على قد اللي احنا كنا مستنيينه، فعلا ماتش فعلا حلو لو انت مش بتشجع حد من الاثنين فانت تخرج مبسوط. فبما اني بقول لك ماتش حلو فتعالى بقى نتكلم عن تفاصيله. البدايه بشكل الفريقين ال 3-4-3 او ال 4-2-3-1 او ال 4-3-3 بتاعت السيتي، عشان هو بيقعد يشقلبنا، هو جوارديولا كده مستر حناكه. انت لو بصيت على التشكيل هتلاقي 3 قلوب دفاع، كايل ووكر بيلعب كباك يمين او قلب دفاع مايل ناحيه اليمين ايا كان يعني، وروبن دياز وناثانيال اكي. والباك الشمال برناردو سيلفا طول ما السيتي مش معاه الكوره، لما يبقى السيتي معاه الكوره فهو بيخش جنب رودري كنص ملعب تاني عشان جاندوجان ودي بروين الاثنين يقدموا لقدام، ولو السيتي هو اللي معاه الكوره فبرناردو سيلفا بيبدا هو. انت فاهم حاجه ولا انت مش فاهم حاجه؟ بالراحه. نفس فكره كانسيلو لما كان موجود، كانسيلو على الورق بيبقى باك شمال بيخش لجوه لو السيتي معاه الكوره، لما الكوره تتقطع بيرجع كباك شمال. ده بالظبط اللي برناردو سيلفا بيعمله، وفي لقطات كتير هتلاقي الكلام اللي بقوله لك ده فعلا بيحصل لما الكوره مش مع السيتي. مثلا الكوره بتاعت الهيد بتاعت نيكيتيا اللي كانت في الشوط الاول اللي كان واقف ماسكه اصلا كان برناردو سيلفا. غير كده طول ما السيتي معاه الكوره وبيلد اب فبرناردو سيلفا جنب رودري في نص الملعب. عشان كده كنت بقول لك كايل ووكر كباك يمين او كمدافع ثالث ناحيه اليمين، عشان هي بعدها بتقلب 3 لما برناردو يخش جوه وحاجه كده لخبطه. بس احنا المفروض اتعودنا على الكلام ده من جوارديولا يعني خلاص فتمام. وبصراحه اللامركزيه الغريبه اللي عند كل لعيبه السيتي دي مريبه. برناردو سيلفا الشوط الاول كله بيلعب الموضوع الغريب اللي بقول لك عليه ده، باك شمال ويخش نص الملعب. الشوط الثاني لما محرز خرج بقى هو بيلعب جناح يمين اللي هو ناحيه ثانيه خالص عكس اللي كان فيها اصلا، والواد بيأدي برده زي الفل عادي خالص. ارسنال هو الشكل اللي احنا عارفينه على طول، نفس ال 4-2-3-1. الفرق بس ان توماس بارتي كان غايب فجورجينيو هو اللي بيلعب، وبصراحه جورجينيو عمل شوط اول فعلا ممتاز. وهو عامه وجود لعيب البروفايل بتاع جورجينيو ده بيديك ميزه وعيب. الميزه ان هو بروفايل اللعيب نمره 6 الكرييتور مش الدستروير، يعني توماس بارتي لعيب دستروير، هو هيخش عليه واحد هيخش هيرقده هيقعده على الارض وياخد منه الكوره. لكن جورجينيو مش كده، جورجينيو الكوره هو معاه هو دي بلاي ميكر، لعيب صانع لعب متاخر، عينه حلوه جدا، يعرف يطلع لك سرعات حلوه جدا، وشفنا ده منه في الشوط الاول. الواد فعلا بيطلع سرعات حلوه، الكوره مثلا لعبها لانكيتيا. العيب بقى اللي وجود لعيب بروفايل جورجينيو بيديهولك ان هو شويه اضعف في الناحيه الدفاعيه، زي ما بقول لك هو مش ديستروير. ده كان بيتعالج ازاي؟ ده كان بيتعالج ان زينشينكو كان هو اللي بيضم لجوه عشان يبقى معاه ويساعده في الحاله الدفاعيه لما اللعيبه تضغط عليه، وان هو يمسك اللعيبه وتبقى الدنيا مظبوطه شويه في غياب توماس بارتي اللي كان بيتحرك كتير قوي في الطبيعي. وبارتي فعلا من اهم اللعيبه في الموسم ده بالنسبه لارسنال ومش واخد حقه خالص بصراحه. وبرده موضوع دخول زينشينكو للعمق ده مش جديد علينا، احنا كلنا عارفينه، والموضوع اللي بيحصل ناحيه الشمال وان تشاكا هو اللي بيروح مع مارتينيلي عشان يلعب في الهاف سبيسز ومارتينيلي يفتح خالص على الخط، وكل الحاجات دي اتكلمنا عليها كتير قوي برضه كانت بتحصل زي ما هي، والدنيا كانت ماشيه حلو جدا بين الفريقين والماتش في النص وده بيروح وده بيروح. بس ارسنال شويه كان اخطر لحد الغلطه بتاعه تومياسو قدام السيتي. انت ما ينفعش تغلط غلطه زي دي لان انت غلطت قدام واحد ما بيرحمش، الكره رايحه لدي بروين الواد من الاول هو عارف هيعمل ايه من غير اي توتر، هوبا راح معلقها من فوق رامسديل نازله جوه الشبكه بتزغرط خلاص ما فيهاش اي حاجه. وحتى الواد مبين لك الحوار سهل قوي. والغلطات بتاعه قلوب الدفاع بتاعه ارسنال دي اتكررت كتير قوي، يعني اتكررت في الشوط الاول برده بعدها سليبا لما كان هيغلط في هيد مع هالاند وهالاند خدها لكن اتعدت، والجون الثاني اساسا برده كان غلطه، والجون الثالث فيه وقفه دفاعيه غلط، لكن الجون الثاني برده كانت غلطه باص. بس خلينا ما نجريش يعني، خلينا نتكلم الاول تاني نرجع بعد الجون الاول اللي دخل. عجبني تصرف لعيبه ارسنال، هم لموا بعض على طول، عرفوا تاني يقفوا على رجليهم. برده من سنتين لعيبه ارسنال كانت هتتهد خالص، كانت هتقع نفسيا جدا بعد غلطه زي دي، لكن اللعيبه وقفت على رجلها. تومياسو هو اللي غلط، كان بيلعب برده وكان بيهاجم وكانت جات له فرصه وكان ممكن يروح، فلا اللعيبه كانت فعلا واقفه على رجليها. وده بان حتى من واحد زي زينشينكو وواحد زي اوديجارد، اول ما الجون دخل والغلطه هو راح سلم على اللعيبه ومعلش ويلا وهنرجع وبتاع. فعلا العقليه اتغيرت، دي حاجات انا بحب اكد عليها جدا لان فعلا في اختلاف بيحصل في ارسنال. لحد ما جت ضربه الجزاء اللي خدها نكيتيا، ونكيتيا عامه النهارده فعلا كان وحش يعني، لو في مهاجم تاني غير نكيتيا اعلى شويه في الكواليتي او حتى جابريال جيسوس لو سليم الدنيا كانت هتفرق، ارسنال كان هيعرف ان هو يسجل،
لكن كيتيا مضيع كتير قوي النهارده. هو خد ضربه الجزاء دي وما عملش اي حاجه ثانيه عدله في الماتش، ملوش اي حسنه تفتكرها له. ضربه الجزاء اللي دخل ساكا عشان يشوطها، وعجبني جدا شخصيه الواد ساكا ده بصراحه. كان ممكن بعد موضوع اليورو وضربه الجزاء اللي ضاعت يقع خالص، لكن لا عادي رجع وهو اللي بيشوط ضربات الجزاء. وإيدرسون حتى حاول يستفزه وعمال يقول له شوطها على يميني شوطها على يميني، راح شايطها على يمينه فعلا ودخلت، وإيدرسون راح نط في الناحيه الثانيه اصلا. طب انت بتقول له ليه يا ابني انت عبيط؟ بتجيب لنفسك التهزيق. وفي ضربه الجزاء برده في تفصيله صغيره عجبتني بصراحه، عشان الحاجات دي بحب اخد بالي منها قوي. اوديجارد كان هو اللي واقف ماسك الكوره كانه هو اللي هيلعبها، فهو اللي بيقابل كل الضغط بتاعت لعيبه السيتي اللي بتحاول تضغط عليه وتضايقه عشان يطلع بره تركيزه وبتاع، وساكا واقف على الناحيه الثانيه خالص بعيد عن الموضوع، لحد ما خلاص كل الدنيا هديت راح اوديجارد مدي لساكا الكوره داخل بعيد عن اي ضغط، محدش ضايقه خالص. فدي حركات حلوه بصراحه. كنا مثلا بنشوف فريق ليفربول بيعملها دايما مع صلاح، يبقى هو اللي واقف على ضربه الجزاء، اللعيبه الثانيه واقفه حواليه بتامن الموضوع ده عشان محدش يعرف يضايقه، محدش يخرجه بره تركيزه. بتعجبني قوي بصراحه التفاصيل الصغيره دي. وكون ان الشوط الاول خلص 1-1 دي حاجه كويسه لارسنال، بالنسبه لي كان فعلا احسن في الشوط الاول. فعلا ارسنال في الشوط الاول كان بيروح وكان بيوصل، وهو كان ليه 7 تسديدات على الجون و4 للسيتي في الشوط الاول. الشوط الثاني بقى الدنيا اتغيرت خالص، يعني لحد الجون الثاني اللي دخل اللي هو برده كان غلطه من دفاع ارسنال اللي كان باين ان ده هيحصل زي ما قلت من شويه. هو من اول ولاعيبه ارسنال في خط الدفاع كانت مصممه جدا على البيلد اب من تحت، كانت مصممه تعمل باصات كتير قوي بين رامسديل وبين قلوب الدفاع. فالموضوع ده مع ضغط الجبار اللي بتعمله لعيبه السيتي كان باين ان هو يعمل لك مشكله. حتى انت تحس ان في فتره معينه اصلا جوارديولا كان خلاص اللي هو العب يا معلم كره طويله ووصلها لهم، خليهم يقعدوا يباصوا لبعض واحنا نضغط وناخدها. اللي هو خلاص هو ده بقى دماغه، عايز يقصر مسافات وينجز نفسه. وسذاجه او يعني ممكن نقول عليها قله خبره، مش متعودين على الاجواء اللي زي دي ان هو بينافس والضغط وبتاع، من الاثنين بصراحه، من ارتيتا ومن قلوب الدفاع. يعني حاجه زي دي كده المفروض على طول بقى خلاص انجز، غير الفكره، ما تقعدش تباصي كتير، ارمي الكره لقدام وانجز نفسك. لان الجون الثاني اللي بكلمك عليه ده هو اللي خرج لعيبه ارسنال بره الماتش. قبلها كانوا قافلين كويس جدا على الجناحين بتوع السيتي، جريليش ومحرز ما كانش ليهم اي ظهور، كان لاغي جدا الواحد على واحد. محرز ما كانش عارف انه يلعب واحد على واحد مثلا مع زينشينكو خالص. الناحيه الثانيه جريليش ما خدش اي واحد على واحد مع تومياسو، كان دايما بيرجع ساكا جنبه، كان دايما مارتينيلي بيرجع، شاكا كان بيميل على ناحيه، جورجينيو بيميل على ناحيه، اوديجارد بينزل هو يقفل في النص. كان في شغل دفاعي معمول حلو. الجون الثاني لما جه بسبب ان كمان غلطه ده هز خلاص الدنيا خالص، مع وجود مهاجم مش في الفورمه النهارده اللي هو انكيتيا ده برده اثر عليك. انت بتوصل بس هو مش عارف يسجل، يعني الكره اللي اتلعبت له بالعرض بتاعه تومياسو قلشت من رجله بسيكا، كذا لقطه ثانيه برده ما كانش عارف ان هو يبقى موجود فيها في الوقت الصح. فكل ده يفرق معاك، اللي هو انت بتغلط وعمال تضيع فتبدا تقع خلاص. ده غير كمان ضربه الجزاء اللي كانت ممكن تتحسب على ارسنال بتاعه هالاند اللي هي كانت اوف سايد، بس هو الواد جابرييل ده كده غبي، والواد اتغبى جدا، ويعني بس ربنا نجده. يعني كله عارف مثلا في ماتشات ارسنال وتوتنهام جابرييل كده بيلبس ضربه جزاء لهاري كين، يعني ده صباح الفل. فهو الواد ده عنده سيكه غباوه بس هو فلت منها. وفعلا ماتش زي ده هو خلص على تفاصيل بسيطه، يعني زي ما بقول لك الغلطات، ان انكيتيا مش بيخلص، لعيبه السيتي كانت افوق وواثقه جدا في نفسها اكتر من لعيبه ارسنال. برده نفس الفكره اللي قلناها من شويه، فكره انت مش متعود على الاجواء دي، مش متعود على الضغط بتاع المنافسه، كل دي حاجات لسه جديده لعيبه ارسنال ومفهوم. زي ما بقول لك هم لو هلوم على ارتيتا مثلا هلوم على حته ان هو ما غيرش فكرته ان انا لازم اباصي من ورا كتير وبتاع، كان لازم ان هو يبدا ينجز شويه ويرمي الكره لقدام عشان كمان هتعمل له مشكله. الحاجه الثانيه ان هو كان لازم ينزل تروسرد بدري بصراحه. مارتينيلي سيء قوي بقاله فتره من بعد كاس العالم، وموضوع ان هو ما راحش كاس العالم ده اكيد ان هو احبطه، وغالبا مود بيليه مأثر معاه لحد دلوقتي. فعلا مارتينيلي سيء من بعد كاس العالم، مش هو خالص مارتينيلي ما قبل كاس العالم. فكون ان انت عندك مارتينيلي وحش، نيكيتيا عمال يضيع ومش شبه مش موجود، كان لازم تروسرد ينزل بدري بصراحه. دي اتاخر فيها جدا، لان الواد تروسرد ده قلق جامد قوي، الواد ده فعلا نظيف جدا، لعيب كواليتي ممتع. يعني انا توقعي ان هبدا بعد كده نشوف تروسرد بيلعب اساسي الفتره الجايه، لان مارتينيلي فعلا مستواه سيء. فيعني كده دلوقتي بقى اخواتي اللي بيتفرجوا على الدوري الانجليزي وهو مش بيشجع اي حد وبيستمتع بس، فالدوري بدا يسخن اكتر. السيتي كده متعادل مع ارسنال في النقط، زي ما بقول لك فرق بس ان ارسنال ليه ماتش متاجل، على افتراض ان هو يكسبه فرق بقى 3 نقط بس، فده يبدا بقى يسخن الدنيا لينا احنا بقى كمتفرجين، مالناش دعوه بكل الموضوع ده، احنا على الحياد. بس قبل ما نقفل بقى كلام عن الماتش، فانا عايز اكد تاني ان برضو وجود ارسنال في الحته دي ده نجاح كده زي ما قلت في الاول، كنت عايز اقولها في الاول وعايز اقولها في الاخر عشان اكد على الفكره دي. ارجع اصلا لاول الموسم هتلاقي كل الناس كانت بتقول لك احنا الهدف نخلص توب 4، فيعني ده انت بتوفر اشيف. وزي ما كنت بتكلم على حته العقليه بتاعت ارسنال، ده الوقت اللي هنشوف فيه فعلا عقليه ارسنال بعد ما الدنيا بدات تقرب. لو بداوا يقعوا بعدها اعرف ان لسه في شويه مشاكل، لسه في حاجات محتاج تشتغل عليها. لو عرفت اللعيبه تلم نفسها تاني وترجع تاني فورمه الانتصارات، وكده في ماتش تاني للسيتي قريب، ده هيبقى فعلا حلو قوي وهيبين الاختلاف اللي بكلمك عليه. فبس كده عشان ما اطولش عليك، هو ده اللي عندي عن ماتش ارسنال والسيتي. لو عجبك اعمل لايك وشير وما تنساش تعمل سبسكرايب، وبس سلام.